أهلا بكم متابعي القناة. في هذا الفيديو باش نحكيو على أشهر اللاعبين اللي انتقلوا من فريق تونسي إلى فريق منافس ليه، أي بين قوسين الخيانة الكروية. ملاعبية تألقوا وبرزوا في فريق معين لفترة طويلة وتعلق بهم الجمهور، ثم قرروا الانتقال للفريق الغريم والمنافس المباشر على الألقاب. تتعدد الآراء عند المحبين في هذه المسألة، ثم شكون يقول إنه هذا ما يقتضيه الاحتراف في عالم كرة القدم، وثم آخرين ما يقبلوهاش ببساطة ويعتبروها خيانة لفريقهم، خاصة لو كان اللاعب يتمتع بمكانة خاصة عندهم وعنده معاهم ذكريات جميلة. باش نشوفوا أبرز 12 لاعب في كرة القدم التونسية غيروا قميص فريقهم اللي تألقوا معاه بقميص الفريق اللي يعتبر واحد من منافسيه المباشرين. أول لاعب باش نحكيو عليه هو نبيل معلول، واللي برشا يعرفوه كمدرب وما يعرفوش انه كان واحد من اساطير الترجي التونسي كلاعب في فترة من الفترات. معلول اللي كان يشغل خطة وسط ميدان هجومي بدا مسيرته مع المكشخة في 1980 في جيل قوي يضم اساطير كطارق دياب وخالد بن يحيى. تألق لسنوات واشتهر بفنياته وأهدافه، وكان من ضمن العناصر الأساسية للمنتخب التونسي. وفي 1989 عرف تجربة مع هانوفر الألماني دامت لموسمين، رجع على أثرها لفريق الترجي اللي وصل معه مشواره. مسيرته مع الترجي كانت حافلة بالألقاب، وين توج معه ب6 بطولات وزوز كؤوس، ووصل لهداف البطولة سنة 1988 ب 14 هدف. وفي 1993 غادر إلى الأهلي السعودي بعد عرض مغري، لكن تجربته في السعودية ما طولتش بسبب إصابة خطيرة، وكان ينوي العودة للترجي مرة أخرى، لكنه ما توصلش للاتفاق مع الفريق وقرر يمضي للنادي البنزرتي سنة 1994. وبعد سنة معلول أقدم على قرار جريء كان صرح أنه من أصعب القرارات اللي خذاها، وهو التوقيع للجار العاصمي النادي الإفريقي والمنافس التقليدي لفريق الأم. قرار كان صادم لجماهير الترجي، خاصة أنه كان من أولى اللاعبين اللي ينتقلوا بين قطبي العاصمة، واللي زاد من صعوبة الأمر أنه ساهم مع فريق باب جديد بالتتويج بالبطولة التونسية 1996 على حساب الترجي، وكذلك الفوز بكأس العرب 1995. بعد موسم وحيد وزوز تتويجات انتقل إلى الأهلي الأردني وين أنهى مسيرته، لكن لاحقا علاقة معلول مع الترجي تحسنت لأنه عاد للفريق كمدرب في فترتين، وحقق إنجازات أهمها الثلاثية التاريخية في 2011 ولقب البطولة التونسية 3 مرات. ثاني لاعب باش نحكيو عليه هو أيضا يعتبر من أساطير الكرة التونسية، وهو اسكندر السويح، ملاعبي موهوب وفنان مركز وسط الميدان الهجومي. تألق بألوان النادي الصفاقسي لفترة طويلة بدأت من 1992، وكان معشوق الجماهير الصفاقسية في التسعينات بفنياته وتمريراته وأهدافه، وخلاهم يتعلقوا به ويتغنوا به. السويح حقق مع السياسات عدة ألقاب كالبطولة التونسية وكأس تونس وكأس الكاف والبطولة العربية، بالإضافة إلى كونه نجم من نجوم المنتخب التونسي في تلك الفترة. وفي 2001 سبقت انتقاله إلى الترجي كانت تعتبر زلزال الميركاتو بعد توتر علاقته بالهيئة المديرة للنادي الصفاقسي. الترجي يخطف واحد من أقوى نجوم المنافسين المباشرين ليه، والجمهور الصفاقسي لم يتقبل هذه الصفقة وخروج واحد من أساطير ناديهم. السويح واصل نثر سحره بألوان المكشخة وكسب حب جماهير الفريق وتوج بألقاب أخرى إلى أن اعتزل في سنة 2004. لاعب من أمهر وأمتع ما أنجبت الكرة التونسية، وكان معشوق الجماهير، إلا أن جماهير السياسات إلى حد الآن لم تستسيغ انتقاله للترجي. رغم انتقال العديد من لاعبينهم إلى المكشخة في السنوات الموالية، إلا أن السويح كان أكثر لاعب تحسروا عليه وعلى انتقاله لغريمهم المباشر. اللاعب اللي بعده هو أنيس بوجلبان، وسط ميدان وواحد من نجوم النادي الصفاقسي لفترة طويلة بدأت من 1997 وقت اللي تم تصعيده من شبان النادي، وبدأ ينحت في مسيرة متميزة مع الفريق. مر بفترة رائعة في تاريخ النادي بصحبة جيل قوي، وقضى 10 سنوات في القلعة الصفاقسية توج فيهم بألقاب مثل كأس الكاف والبطولة العربية مرتين والبطولة التونسية وكأس تونس، وكان وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وخسروا ضد الأهلي المصري، الفريق اللي انتقلوا في 2007. انتقاله للأهلي كان يعتبر انتقال لمنافس أفريقي، لكنه لم يواجه فريقه السابق، إلا أنه بعد سنتين انتقل لمنافس محلي لفريقه الأم وهو النادي الإفريقي، واللي قضى معاه موسم وحيد قبل اعتزاله في 2010. رغم ذلك علاقته بالنادي الصفاقسي كانت جيدة لأنه عاد كمدرب للفريق في أكثر من مناسبة. اللاعب التالي هو خالد المولهي، وسط ميدان متكون في النادي الافريقي، واللي بدا مسيرته في 2001 مع الاكابر. اظهر امكانيات جيده واصبح من العناصر الاساسيه لفريق باب جديد، وكذلك خاض اول مباراه دوليه ليه مع المنتخب التونسي في 2003. قضى 5 مواسم مع الافريقي لم يتوج فيهم بالالقاب، الى ان انتقل كلاعب حر لفريق ليلستروم النرويجي. المولهي عدى فتره طويله في النرويج، 6 مواسم شارك فيهم بانتظام مع فريقه، توج بكاس النرويج مره واحده، واحسن مرتبه في الدوري وصل لها هي المرتبه الرابعه. وفي نهاية عقده سنة 2011 قرر العودة لتونس،
لكنه اختار القطب الآخر للعاصمة وأمضى مع فريق الترجي التونسي في صفقة صادمة للكلوبستية باعتباره واحد من أبناء النادي الإفريقي. تألق مع المكشخة طيلة 4 مواسم وضمن مكانه كأساسي بالإضافة إلى تواجده باستمرار مع المنتخب التونسي. توج بألقاب عديدة أبرزها دوري أبطال إفريقيا 2011 معها 3 بطولات دوري ولقب في كأس تونس قبل أن يعتزل في 2014. المولهي يعتبر من القلائل اللي لعبوا لفترة طويلة وتألقوا مع كل من الترجي والإفريقي. لاعب آخر انتقل بين فريقين متنافسين ونجح معهم الزوز هو مجدي التراوي، واللي بدأ مسيرته مع النجم الساحلي في 2003 وأصبح في فترة وجيزة من ركائز الفريق. كذلك كان مر في فترة ذهبية للنجمة الساحلية وحقق ألقاب عديدة مثل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف والبطولة التونسية، كما أنه بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب التونسي في 2004 وأصبح قائد لفريق النجم في 2007. وفي 2008 قرر الاحتراف في أوروبا بعد نهاية عقده مع الإتوال وشد الرحيل نحو سالزبورغ النمساوي اللي عدى معه موسمين توج فيهم بلقب الدوري مرة واحدة. وعندما قرر العودة لتونس في 2010 اختار الفريق الغريم الترجي التونسي، الشيء اللي أغضب جماهير النجم الساحلي بما أنه كان واحد من نجومهم في فترة من الفترات. عرف فترة ناجحة أيضا مع الترجي ل4 مواسم قبل اعتزاله في 2014 حقق فيهم ألقاب عديدة أبرزهم الثلاثية التاريخية في 2011 ويعتبر من التوانسة القلائل اللي توجوا بدوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين. عاد للترجي كمدرب مساعد وحقق معه دوري أبطال أيضا. لاعب آخر كان لعب بقميص كل من الترجي والنجم هو أحمد العكيشي. العكيشي تكون في شبان النادي البنزرتي وانتقل للنادي الإفريقي في 2006 وفي 2008 أمضى مع فريق جوهرة الساحل وين بدأ يبرز ويتألق في 3 مواسم سجل فيهم 26 هدف وكان هداف البطولة التونسية موسم 2011 ب 14 هدف. احترف بعدها في إنجلشتاد الألماني لموسمين ثم عاد إلى تونس من بوابة الترجي التونسي هذه المرة. العكيشي تألق أيضا بقميص الترجي ل3 مواسم سجل فيهم 31 هدف وكان سجل في شباك النجم فريقه السابق واحتفل بالهدف. والغريب في الأمر أنه في 2015 عاد مرة أخرى للنجم الساحلي وواجه الترجي وسجل في شباكه واحتفل بالهدف أيضا. واصل مسيرته بعدها في عدة دوريات عربية إلى أن اعتزل في 2022 رغم عدم ولائه الكبير لأحد الأندية بالذات، إلا أنه العكيشي يبقى واحد من أقوى اللاعبين اللي مثلوا كل من الترجي والنجم واللي لعبوا للمنتخب التونسي. واحد من أقوى صناع اللعب الذي أنجبتهم الكرة التونسية اللاعب أسامة الدراجي اللي نشأ في شبان الترجي التونسي وأظهر موهبة استثنائية منذ لعبه للأصناف الشابة. عرف بدايته في 2007 وتألق برفقة الترجي ل5 مواسم مع جيل قوي وكذلك اكسب حب الجماهير بسرعة وأصبح معشوقهم لدرجة أنهم تغنوا به وأطلقوا عليه لقب بيكاسو. الدراجي كان تلقى برشا عروض في هذه الفترة وحب يخرج لكن الفريق تشبث به إلى نهاية عقده في 2012 وقت اللي قرر الاحتراف في سويسرا مع نادي سيون في تجربة لم تعمر طويلا موسم وحيد ثم يعاود ينتدب الترجي بصفقة تقارب المليار تونسي. وفي فترته الثانية قضى موسمين وخرج بعدها كلاعب حر لفريق الرائد السعودي. ومرة أخرى تجربته الاحترافية دامت موسم وحيد وعاد لتونس عن طريق النادي البنزرتي في 2016 واللي حقيقة ما كانش منافس كبير لفريقه الأم. لكن الصدمة كانت عندما قرر الانتقال بعد بسناء للغريم النادي الإفريقي في خطوة كانت غير مقبولة من الجماهير الترجية. الدراجي قدم 2 مواسم جيدين مع الأفارقة وخاض بعدهم تجربة لموسم وحيد مع سلال القطري وعاود رجع للإفريقي لموسمين آخرين قبل إنهاء مسيرته في شبيبة القبائل الجزائري في 2021. فترته مع الإفريقي رغم أنها خلته يخسر حب المكشخين إلا أنها أيضا خلته يكون محبوب من الجماهير الكلوبستية. وفي الأخير يبقى الدراجي من أقوى اللاعبين اللي مروا على البطولة التونسية واللي مثلوا كل من قطبي العاصمة الترجي والإفريقي. اللاعب التالي رغم كونه غير تونسي إلا أنه قصته ملائمة جدا لموضوع هذا الفيديو وهو الكاميروني فرانك كوم واللي انتدبه فريق النجم الساحلي في 2012 من فريق بانتير الكاميروني. واحد من أفضل لاعبي وسط الميدان اللي مروا على فريق جوهرة الساحل 4 مواسم ونصف قضاهم بالقميص الأحمر تألق فيهم وأصبح معشوق الجماهير الساحلية اللي أطلقوا عليه لقب الدبابة الكاميرونية. حقق ألقاب عديدة برفقة الإتوال كالبطولة التونسية وكأس تونس وكأس الكاف وكان صرح بأنه لن يلعب إلا بقميص النجم في تونس. وعند خروجه للاحتراف في 2016 في كارل شروه الألماني قيمة الصفقة تجاوزت 2 مليارات. لكن بعد موسم وحيد في الدرجة الثانية الألمانية كوم فسخ عقده وأراد الرجوع لتونس وكان في اتصالات مع فريق النجم الساحلي من أجل العودة، لكنه في آخر لحظة غير رأيه واتفق مع فريق الترجي التونسي في حين كان ينتظره مسؤول الإتوال في المطار. غير وجهته إلى المكشخة في خبر صادر من الجماهير الساحلية واللي كانت تتمنى عودة نجمها الكاميروني. كوم واصل نجاحاته مع الترجي وتوج بالبطولة التونسية والبطولة العربية ولقبي دوري أبطال إفريقيا في موسمين فقط رفقة المكشخة.
خلال هذه الفترة دخل قلوب المحبين، ومش فقط تألق مع فريقهم، بل عند خروجه في 2019 جاب لهم مبلغ قياسي من الريان القطري يقارب العشرة مليارات. انتقل بعدها للأهلي السعودي ثم نادي الإمارات، لاعب أجنبي من القلائل اللي خلاوا بصمتهم مع كل من الترجي والنجم. لاعب آخر صفقة انتقاله لم تكن مقبولة من جماهير فريقه الأم هو الظهير الأيمن حمدي النجاز، اللي تكون في فريق النجم الساحلي ومر في نفس الفترة مع فرانكوم. كان بدأ مسيرته في 2013 وحقق عدة نجاحات خلال 5 سنوات قضاهم مع الإتوال، بالإضافة إلى استدعائه مع المنتخب التونسي في عدة مناسبات وخوض مونديال 2018. وفي هذه السنة كان انتقل لفريق الزمالك المصري بصفقة تقارب 2 مليارات، واللي يعتبر منافس افريقي للنجم. وبالفعل كانوا تقابلوا في نصف نهائي كأس الكاف 2019، ونجاز لعب أساسي ضد فريقه الأم وأقصاه وتوج باللقب مع الزمالك. ورغم عدم الترحاب الجيد له في ملعب سوسة خلال مباراة الإياب وإقصائه لفريقهم، إلا أن انتقال النجاز للزمالك لا يعتبر الأسوأ بالنسبة لجماهير الإتوال، بل انتقاله للترجي في 2020 بعد تجربة فاشلة في ليتوانيا هو اللي ما تقبلوهوش. موسم وحيد قضاه مع فريق باب سويقة توج فيه بالبطولة التونسية، ثم عاد بعده للزمالك ومن ثم الأهلي السعودي، وحاليا ينشط في الشحانية القطري. النجاز كان صرح كونه يقعد ديما ولد الإتوال، وكان ساهم في حملة المساندة المالية لفريقه، لكن بعض من جمهور النجم لم يستطع مسامحته إلى حد الآن. اللاعب التالي أيضا من نفس الحقبة اللي مرت على النجم الساحلي، الظهير الأيسر غازي عبد الرزاق، واللي كان هو والنجاز أظهرت الإتوال الأساسيين لفترة طويلة. بدأ مسيرته مع حمام سوسة ثم انتقل للنجم في 2010، قضى 9 سنوات مع الفريق قدم فيهم الكثير وحقق فيهم ألقاب عديدة، وانتقل في 2019 لفريق أحد السعودي اللي ما طولش معاه، وعاد بعد نصف موسم للبطولة التونسية عبر بوابة اتحاد بن قردان، اللي قعد معه أيضا نصف موسم قبل الانتقال للنادي الإفريقي في جانفي 2020، واللي يعتبر أحد المنافسين المحليين لفريقه السابق النجم الساحلي. جماهير النجم ما تقبلتش بسهولة هذه الصفقة، وخلال مباراة ودية لفريقهم ضد الإفريقي في ملعب حمام سوسة صارت مناوشات بينه وبين البعض من الجماهير اللي اقتحموا الملعب وحاولوا الاعتداء عليه. عدى 3 سنوات مع الأفارقة قبل الانتقال لاتحاد بن قردان، وين مازال ينشط حاليا. يذكر أنه لاعب آخر لعب معه بنفس الفترة في النجم الساحلي وكان من ركائز الفريق وهو المدافع رامي البدوي، كان انتقل بعد بسنتين أيضا للإفريقي، لكن صفقته ما صاحبهاش جدل كبير على عكس عبد الرزاق اللي كان حاد طباع ويدخل في مناوشات مع الجماهير. ما زلنا في اللاعبين أبناء النجم، اللاعب معتز الزدام متوسط ميدان ومتكون في شبان الإتوال، انتقل لفريق فالميرا الليتواني قبل إمضاء عقد احتراف مع الإتوال، ثم عاد له كإعارة من الفريق الليتواني وقضى موسم رائع جدا تألق فيه في البطولة التونسية، وتم استدعائه لقائمة المنتخب التونسي وخاض كأس العرب للمنتخبات 2021. وبعد نهاية الإعارة النجم الساحلي كان يسعى لشراء عقد اللاعب، إلا أن الترجي ادخل في الصفقة وحسمها لصالحه. جماهير الإتوال استنكرت هذا الانتقال لأنه اللاعب كان منذ الصغر يعشق النجم الساحلي ومن أبناء النادي، لكنه قرر اللاعب للمكشخة. الزدام ما عرفش نجاح كبير في الترجي وكان يتعرض لضغوطات كبيرة، وتعكرت علاقته مع جماهير فريقه السابق لدرجة أنه كان لا يتنقل مع الفريق لسوسة عندما يواجه النجم الساحلي في الكلاسيكو. وبعد 2 مواسم فاشلين قرر الانتقال للدوري المصري وين لعب مع المصري البورسعيدي، ثم إلى مودرن سبورت وين مازال ينشط إلى حد الآن. اللاعب مازال صغير ويبلغ من العمر 24، وهناك إمكانية لعودته للبطولة التونسية، ربما يعود للنجم ويتصالح مع جماهير فريقه أو ربما ينتقل لأحد المنافسين. آخر لاعب في القائمة هو محمد علي بن رمضان، تكون في فريق الترجي التونسي وعرف بداياته مع فريق الأكابر في 2018، وسط ميدان بجودة قليل وين نشوفوها في البطولة التونسية. تألق منذ ظهوره وكان من أبرز نجوم الفريق ل5 مواسم، ليس فقط بدوره الكبير في وسط الميدان بل بأهدافه الحاسمة أيضا. دخل قلوب المكشخين واللي كانوا يلقبوه بشكشوكة ويعتبروه من أكثر اللاعبين اللي يجتهدوا ويضحيوا على خاطر النادي. كذلك أصبح متواجد باستمرار في المنتخب التونسي، وكان الكثيرون يعتبروه أفضل لاعب في البطولة التونسية في تلك الفترة. في 2023 قرر بن رمضان خوض تجربة احترافية في أوروبا، وأمضى مع فريق فرنشي فاروس المجري على أمل أنها تكون بوابة وصوله إلى الأندية الكبرى، لكنه لم يعرف ذلك النجاح الكبير في المجر رغم إظهاره لمستوى جيد، إلا أنه فريقه ما أمنش به وكان أغلب الأوقات على البنك. ومن جهة أخرى فريق الأهلي المصري كان يعرف قيمة هذا اللاعب وقام بإغرائه وإغراء ناديه عدة مرات بتقديم عروض. في البداية بن رمضان كان غير مرحب بفكرة العودة لإفريقيا، لكن ناديه استسلم لإغراءات الفريق المصري، واللاعب أيضا وافق على الانضمام في هذا الميركاتو في صفقة قيمتها 1.5 مليون يورو، وبذلك كان خاض كأس العالم للأندية 2025 مع الأهلي. أغلبية جماهير الترجي اعتبرت هذه الصفقة خيانة كبيرة لفريقها، لأن الأهلي المصري هو الغريم الإفريقي الأول لناديهم، واللي في كل موسم فرصة أنهم يتقابلوا كبيرة برشا.
كذلك اعتبروا أنه كان ما يستحقش القميص رقم 5 الخاص بالمرحوم الهادي بن رخيصة، فيما أنه فئة قليلة من الجمهور اعتبرت أنه هذا ما يقتضيه الاحتراف. لاعب آخر وهو خارج هذه القائمة لكن حبيت نذكره لأنه ما زال كيف تأكد خبر انتقاله، المهاجم فراس شواط، واحد من أبناء النادي الصفاقسي اللي عرف بدايته في 2015 وتألق في موسمين بين 2017 و2019 وكان من هدافي الفريق، ثم عرف تجارب عربية في أبها السعودي والإسماعيلي المصري والمحرق البحريني، قبل أن يعود في الميركاتو الصيفي الفارط 2024 للبطولة التونسية لكن من جانب النجم الساحلي برفقة عدد من اللاعبين الصفاقسية السابقين كحسام دكدوك ووسيم هنيد ووليد القروي. عرف موسم ناجح جدا وكان هداف البطولة التونسية ب 17 هدف، لكنه قرر المغادرة هذا الصيف والانتقال للنادي الإفريقي، وخاصة أن النجم الساحلي في حاجة إلى بيع لاعبين حتى يوازن حساباته المالية، فكيف ستكون ردة فعل جماهير النجم وهل سينجح مع النادي الإفريقي كما فعل مع الصفاقسي والنجم؟ كانت هذه قائمة عملناها للاعبين غيروا ألوان فرقهم بألوان الفرق المنافسة. برشا من الجماهير لم يتقبلوا هذه الصفقات، لكن هنالك من يعتبر أن كرة القدم هي احتراف ولا مجال للعاطفة في تحديد مسيرة اللاعب. وانتم شنو رأيكم في الموضوع؟ هل تعتبروا هذا النوع من الصفقات احتراف أو خيانة؟ أخبرونا في التعليقات وقولوا لنا شكون أكثر لاعب من هذه القائمة أو من خارجها ما حبيتوش يخرج من فريقك المفضل إلى فريق منافس. وصلنا للنهاية، إذا عجبكم المقطع ما تنسوش تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة باش تشوفوا محتوانا. سلام.